I'm sticking to what the book says. Doesn't matter what the subject is, right? I don't want to go. السلام عليكم متابعي قناة مجاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد. في هذا المقطع سنحدثكم عن بطل العالم أندرو تيت الذي أعلن اعتناقه للدين الإسلامي وعن سبب دخوله للإسلام بعد أن حقق كل ما يمكن من بطولات وشهرة وأموال. وما دور البطل الداغستاني حبيب نورماغوميدوف في ذلك؟ فتابعوا معنا. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو قادم. في الأيام الماضية ضجت جميع القنوات والمواقع بخبر إسلام المقاتل وبطل العالم الشهير أندرو تيت، وخاصة بعد انتشار مقطع له وهو يصلي في أحد مساجد دبي. وأندرو تيت هو ملاكم أمريكي بريطاني شهير وبطل العالم في رياضة الكيك بوكسين بأكثر من مرة، ويعتبر الشخصية الأشهر على مستوى العالمي في الفترة الماضية بسبب تصريحاته الجريئة والقوية وشخصيته المثيرة للجدل، والتي دفعت الجماهير لمتابعته من كل أنحاء العالم. وله سجل قتالي مبهر ب76 انتصارا مقابل 9 هزائم فقط. وقد بدأ نجمه يلمع في عالم الكيك بوكسين في سنة 2009، حيث تمكن تيت من الفوز ببطولة أوروبا للوزن فوق المتوسط، وأصبح الملاكم صاحب التصنيف الأول في أوروبا، وثم تمكن من الفوز ببطولة العالم عندما قام بإسقاط خصمه الفرنسي بالضربة القاضية، واحتل التصنيف الثاني كأفضل مقاتل الكيك بوكسين على مستوى العالم. ولكن مسيرة تيت في الرياضات القتالية لم تستمر طويلا، فبعد فوزه ببطولة العالم للمرة الثانية أعلن تيت اعتزاله. وفي الواقع فإن شهرته الحقيقية قد بدأت بعد اعتزاله للفنون القتالية، فقد أصبح أندرو تيت في السنين الأخيرة أحد أشهر الشخصيات في العالم. ولا بد أنك قد شاهدت مقطعا له أو أكثر من قبل. وبالرغم من أنه كان ملحدا إلا أنه طالما كان يعبر عن إعجابه بالإسلام وبتقديس المسلمون لنبيهم ودينهم، فكان يخرج في البرامج الشهيرة ليتحدث عن قوة الإسلام وأنه الدين الوحيد والذي لم يتم تحريفه من قبل ولا يقبل أتباعه المساومة فيه. I think it's the last religion on the planet. You think it's the right religion? وتيت أشد المعجبين بالمقاتل الداغستاني حبيب نورماغوميدوف، ولا بد من ذلك أنه كان له دور كبير في إسلامه، حتى أنه قبل النزال الشهير بينه وبين كونور كان تيت متأكدا من أن حبيب هو الذي سيفوز ويقضي على كونور. And this Khabib guy, I knew Khabib was going to win. Khabib is a strict Muslim. I believe in the power of Allah. Train Allah, train Allah, train Allah. There's nothing else. فتيت كان معجبا بقوة الإسلام والتزام معظم المسلمين بدينهم، وخاصة في الدفاع عن مقدساتهم وعدم السماح لأي أحد بالتعدي على نبيهم وعلى القرآن. I think it's the last religion on the planet. You think it's the right religion? I think it's the last religion. So if it's the last true religion on the planet, then it has to be the correct one. Because I don't think it's religion, because no other religion has boundaries which they enforce. If you will tolerate everything, then you stand for nothing. If your book says X, but you refuse to say the book says this, I'm sick. ولكن لم يكن أحد يعلم أن تيت يفكر في اعتناق الإسلام، وخاصة أن اعتناقه للإسلام سيحرمه الكثير من الملذات التي اعتاد عليها من النساء والكحول وجميع متاع الحياة، فهو يعد أحد أغنى الشخصيات في العالم اليوم. ولكن تيت فاجأ الجميع عندما نشر له مقطعا وهو يصلي رفقة أحد الدعاة في دبي. وقد ظهر أندرو مؤخرا في مقابلة مع أحد الدعاة في دبي ليعلن إسلامه للملأ، والذي يدعى محمد حجاب. فاسمع ما قاله. Call people to Islam, defend Islam, have an Islamic voice or a voice for the Muslim people, which is your ban. Yeah. Because quite frankly,
I found it was a vicious attack, a brutal attack on you. It's a case study example now. They've put you in the history books. The question is, what grounds have all of these different social media organizations banned you? They never gave me grounds. They never sent me an official email. They never gave me an official reason. They just delete your profile and you just can't log in anymore. The reason they don't give you an official reason, I think, at the end is because they're scared in a court of law. إن أعجبك المقطع فلا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا بنشر المزيد. دمتم سالمين يا أبطال.